عريس جديد ويتجوز للمره الثالثه، ويتجوز جارته اسمها نعمه وعندها 57 سنه. نيفين سليم راحت سوهاج، تعالوا نشوف ايه حكايته. أحمد ونعمة حكاية جواز تشد الانتباه، لأن العريس من مواليد 1907، يعني عنده اللهم لا حسد 103 سنة، والناس دي كلها جاية تهنيله وتبارك له في أول أسبوع من جوازه. أما العرسان نفسهم فعايشين شهر عسل ولا في الأفلام. عم أحمد بيمسك إيد نعمة وياخدها بعيد عن العيون، يقعدوا في الغيطان ساعة العصرية يقول لها كلام سر على حسب ما بيقول. احنا نقول على نعملوها ايه بقول كلمة حكي بيه وانت مش عارف كنا نعمل ايه. اديك وقفت حالي هردمت بلحمتك كده. يعني انا ضيعت عليك اليوم جيلي ضيعت علي انت. نعمة هي الجوازة الثالثة لعم أحمد بعد ما مراته الأولانية ماتت والتانية طلقها، لكن عم أحمد بيفكر يتجوز مرة رابعة، بس لازم المرة دي تكون العروسة بنت ال20. بس برضه نعمة مش وحشة يعني مش راضي في جارك، بس عار الناس كلها تلمت عليها على بيه، هي كنت عايز واحدة حلوة زي حالتي كده. نعمة بقى بتغير على عم أحمد جدا، وشايفة إن عم أحمد هو سندها وحياتها كلها، وما يقدرش يبص لحد تاني غيرها. هقول كل طيبة، هقول يعني طيب كويس وراجل يعني يقدر يعملها سنة يقدرش. على فكرة عم أحمد عنده 9 أولاد وأكتر من 20 حفيد، وكلهم فرحانين لفرحه وما يقدروش يزعلوه. لا انا رشق نعوم واتجوز واحده قبل كده وبرضه واحنا كنا موافقين، وديك الثانيه برضه الثالثه دي كنا موافقين عليها برضه. ان ربنا علينا طول العمر، وبس المره قاعده معانا هتروح فين؟ توكلت على الله نجيبه غيرها. احنا ولاد ما فيش فايده اصلا. ده وراثه فينا دي من زمان، اذا كان ابوي اتجوز عنده 90 سنه وديك ابويا انا 103 يمكن اتجوز 115 الثاني. قلنا ديت برضه هتونسه كده وتسليه، حتى لا قدر الله لو بالليل حصلت له حاجه تبقى معاه، لانه بيبات في البيت لوحده. فهي طبعا بالنسبه بتبات معاه تبقى احنا مطمنين عليه وهو مبسوط، واحنا الحمد لله يعني فرحانين ومبسوطين اللي هو مبسوط. قاعد بصحه جيده وتمام تمام، لا راح الدكتور ولا برشامه ولا اي حاجه ولا مكلف رضا اي شيء، فاتجوز. في ناس كتير ممكن تستغرب ان عم احمد عريس جديد اكمن سنه كبير حبتين، بس عم احمد نفسه شايف غير كده، هو حاسس ان صحته كويسه ونفسه حلوه، المانع ان يتجوز تاني وتالت وعاشر كمان. تقريبا احنا معطلين عم احمد دلوقتي. نيفين سليم 90 دقيقه قناه المحور. الراجل دمه زي العسل وشكله كده انه عينيه كده، يعني مش عارف، حاسس ان هو اعجب بنيفين كده. راجل لسه متجوز، لسه عريس جديد، لسه طازه، ما بقالوش اسبوع، بس شغال على كل حاجه.